اهلا بيكم معايا في قناة نوجة كروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض حرف البي. كتير منكم طلبوه مني وانا هنفذه النهاردة للمبتدئين خطوة بخطوة. بس من فضلكم اللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة. ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. يلا نبدأ ونشوف هنعمل حرف البي النهاردة ازاي مع بعض. هستخدم خرز مقاس 8 وده انسب مقاس للميداليات. تمام. وهستخدم ميدالية المفاتيح. تمام. تستخدموا خيط مقاس 6 او خيط مقاس 5 اللي موجود عندكم استخدموه. اول حاجة هاخد 4 خرزات وهنعمل اول غرزة رباعية اهو. حطيت 4 خرزات وهوسطن الخيط اهو، وبعد كده هدخل بالخيط ده في الخرزة دي اهو، وهسحب الخيط التاني جواها وكده اول غرزة رباعية، وهنشد العقدة جوا الخرزة. تمام. هحط في الجنب اليمين او في اللي هو اطول هحط 2، والجنب التاني هحط 1. ادي 2 والجنب التاني هحط 1. هرجع في الجنب اللي فيه 2 هعمل حلقة وهسحب الطرف التاني جوه الحلقة دي، ودي كده تاني غرزة معايا اهو بالشكل ده كده. بعد كده هكرر الجنب الطويل هحط فيه خرزتين، والجنب القصير هحط خرزة اهو، وهرجع في الجنب اللي فيه خرزتين هسحب الخيط التاني اهو. كده عملت 3 غرز. هعمل 3 تانيين فوق ال3 دول، وال7 هنعملها مع بعض. تمام. زي ما احنا شايفين كده اهو، عملت 1 2 3 4 5 6. هنبتدي نعمل الغرزة ال7 ودي اللي هنطلع بيها للدور التاني. في الخيط الطويل اللي هو اطول خيط سواء الجنب ده او الجنب ده حط خرزة، وبعد كده هحط ميدالية المفاتيح، هحط خرزة وبعد كده ميدالية المفاتيح، وبعد كده هحط 2 خرزتين. يبقى كده حطيت 3 خرزات، خرزة وبعد كده ميدالية المفاتيح وبعد كده خرزتين. هرجع في الخرزة الأخيرة هسحب الجنب التاني نشوف شكلها مع بعض. شايفين ميدالية المفاتيح اهي بقت هنا. تمام. هعدل كده الخيط عشان ما تتلخبطوش اهو اهو. حطيت الخيط كده في الجنب القصير هحط خرزة، والجنب الطويل هحط 2. الجنب القصير خرزة والجنب الطويل هحط 2، وهرجع في الجنب اللي فيه الخرزتين. تمام اهو كده، وادخل الطرف التاني كده اهو. هوريكوا شكلها اهو. عملنا غرزة رباعية. بعد كده هعمل غرزة رباعية كمان في الطويل خرزتين وفي القصير خرزة واحدة، وهرجع في الجنب اللي فيه الخرزتين اهو. الجنب اللي فيه الخرزتين هرجع فيه، هعدل كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو.
عملنا غرزة رباعية وغرزة رباعية تانية. الغرزة اللي وراها هتبقى غرزة ثلاثية. هنحط في الخيط اللي من بره، في الخيط اللي من بره يا جماعة، اللي هو الجنب اللي من بره ده، هحط فيه خرزتين مرة واحدة، 1 2، وهرجع في الخرزة التانية، هسحب الخيط التاني، نشوف شكلها مع بعض. شايفين شكلها اهو بقى كده، وبقى الخيط طالع من الخرزة دي. شايفين الاتجاه بتاع الخيط اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنعمل غرزة رباعية. هنحط في الطرف الطويل خرزتين، والطرف القصير خرزة، والطرف القصير خرزة واحدة، وهرجع في الطرف اللي فيه خرزتين، هسحب الخيط التاني اهو. شايفين بالشكل ده كده، اتجاه الخيط بقى لتحت كده. بعد كده الغرزة اللي جاية ثلاثية، فهنعمل ايه؟ الخيط اللي من بره ده هحط فيه خرزتين اهو. نشوف كده مع بعض اهو. شايفين هيتعمل كسرة كده اهو. بعد كده هنعمل غرزة رباعية كمان. تمام. فهنعمل ايه؟ الخيط الطويل هحط فيه برضو خرزتين، والخيط القصير خرزة. الخيط الطويل خرزتين، والقصير خرزة واحدة، وهرجع في الطرف اللي فيه الخرزتين يا جماعة اهو. رجعت في تاني خرزة، هسحب الخيط التاني كده جوه اهو. نشوف مع بعض شكلها. شايفين؟ ومش هنحط الخرز هنا، هنحط الخرز من بره، وهنحط خرزتين في الخيط اللي من بره. خرزتين، الخيط اللي من بره هحط خرزتين اهو، ونشوف شكلها مع بعض. الخيط كده طالع من هنا بعد ما عملنا الغرزة الثلاثية. هنحاول نشبكه بقى من هنا، وهنعمل ايه؟ هندخل خرزة في الخيط اللي من فوق، وخرزة في الخيط اللي من تحت، ونشبكها 1 2 3 4 في الخرزة دي، في رابع خرزة. يبقى هنحط خرزة فوق، وخرزة في الخيط اللي من تحت. تمام. وهشبكهم 1 2 3 4 اهو في رابع خرزة، وهربط الخيط اهو. هنربطه كويس اهو. بعد ما ربطناه بالطريقة دي، هنعمل ايه؟ هندخل في اقرب خرزة اهي، وهدخل فيها اشد العقدة جوه عشان اثبتها اهو. دخلنا العقدة جوه، هنقطع الخيط ونيجي نشبك بقى الحرف مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. جبنا القطعتين، واهو هشبك الاول الجزء اللي من بره ده. هحط الخيط كده، وهبتدي اشبك في الخرز البارز ده. الخيط اللي من فوق هحط خرزة. تمام. بعد ما حطينا الخرزة في الجزء اللي من فوق، هنزل في الخرزة دي اللي قبال الخرزة الاولانية اهو، وهحط خرزة
عايزين تقفلوها عكس عكاس، عايزين تقفلوها بالعقدة، انا هقفلها عكس عكاس، بس نوسطن الخيط الاول يا جماعة اهو. اوريكم شكلها اهي. تمام. الخيط اللي من الناحية دي هنحطه في الخرزة اللي وراها، والخيط اللي من الناحية دي برضو هحطه في الخرزة اللي تحتيها اهي، وهحط خرزة عكس عكاس اهو. هكمل الخيط اللي من تحت، الخيط سوري اللي في اليمين كده في الخرزة اللي تحتها، والخيط الشمال في الخرزة اللي تحتها، وهنكمل كده بنفس الطريقة. في كل دور هنحط خرزة واحدة اهو اهو. هكمل بنفس الطريقة كده في كل الخرز البارز ده، شايفين دي ودي ودي ودي. هكمل لغاية ما اقفلها وهرجع لكم. بالشكل ده كده خلصنا الحرف كله اهو، وجينا حطينا اخر خرزة، حسينا ان الجزء ده كده سايب، فهنلمه بالخيط كده على بعضه وهنربطه كده اهو. ودي برضو اهو. هربط بقى الخيط اهو، وهعديه في اقرب خرزة عشان العقدة اهو. وهعدي في كل الخرز عشان أأكد عليهم. هقطع الخيط وهنعمل الجزء اللي جوه وهرجع لكم. زي ما احنا شايفين كده اهو خلصنا حرف البي. يا رب يكون طريقته كانت سهلة بالنسبة لكم، قدرت اوصله لكم بكل سهولة. واللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة، وما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. باي باي.